تخيل تبص على حسابك البنكي وتلاقي رقم صغير كده، رقم يحسسك انك بتتريق على نفسك. يمكن يكون 50 دولار او 100 دولار او يمكن يكون اقل من كده بكتير. وفي اللحظة دي فكرة انك تجمع اول 1000 دولار بتحسها مستحيلة، اصعب من اي حاجة عدت عليك قبل كده. وفي نفس الوقت بتفتح السوشيال ميديا وتلاقي ناس بتقولك اول 10,000 دولار هم الاصعب وبعدهم الفلوس بتيجي اسرع، وانت بتقول في بالك الكلام ده مش واقعي، لو الموضوع سهل كده ما كنتش قاعد مكاني. بس الحقيقة ان الكلام ده صحيح، مش تحفيز ومش كلام تنمية بشرية، ده علم نفس وارقام وطريقة تفكير. اغلب الناس بتقضي حياتها كلها شغالة وبتتعب وبعدين تقبض، لكن في الاخر مفيش امان مالي ومفيش راحة، وطبعا مفيش احساس ان في تقدم حقيقي. المشكلة مش في المرتب ولا في الظروف ولا حتى في الحظ، المشكلة ان في قوة نفسية خفية شغالة ضدك طول الوقت، ولو ما فهمتهاش هتفضل مكانك مهما زاد دخلك. انا شريف وده محتوى قناة شريف يستثمر. القناة دي معمولة علشان نفهم الفلوس صح ونبني عادة الادخار والاستثمار من غير تنظير ولا أوهام. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ليه أول 1000 دولار هم أصعب مرحلة في أي رحلة مالية، وهنتكلم عن الأسباب الحقيقية اللي بتخلي المرحلة دي صعبة نفسيا وعقليا، وليه بعد ما تعديها كل حاجة بتبقى أسهل لو كملت معايا للنهاية. أول 1000 دولار صعبة مش لسبب واحد، لكن بسبب مجموعة أسباب نفسية وعقلية متداخلة، وإحنا النهاردة هنتكلم عن 10 أسباب رئيسية وكلهم شغالين ضدك وانت غالبا مش واخد بالك. يلا بينا نبدأ. والسبب الأول إن دماغك بيكره المكافأة المؤجلة. دماغ الإنسان مبرمج إنه يحب الحاجة اللي نتيجتها فورية، يعني تصرف 50 دولار النهاردة تحس بسعادة دلوقتي، ولكن توفر 50 دولار بيكون مفيش إحساس، فمفيش مكافأة، فبالتالي مفيش متعة. العلم بيسمي ده إن الدماغ بيفضل الحاضر على المستقبل، وعشان كده أول 1000 دولار بيحسسوك إنك محروم، لأنك بتضحي بحاجة حقيقية دلوقتي مقابل حاجة غير ملموسة بعدين. والسبب التاني يا صديقي ان فلوسك متقسمة في دماغك غلط. دماغك مش بيتعامل مع كل الفلوس بنفس الطريقة، يعني مثلا فلوس المرتب بتكون تقيلة ومحسوبة، انما لو في فلوس جت فجأة زي العيدية او المكافأة او ضريبة راجعة بتكون سهلة وغالبا بتتصرف من غير تفكير. وده سبب ان ناس كتير دخلها كويس لكن عمرها ما بتعرف تبني ثروة. اما السبب التالت فهي معتقدات قديمة عن الفلوس. يعني الفلوس مش أرقام بس، دي أفكار اتزرعت في دماغك وانت صغير. أفكار زي إحنا مش بتوع فلوس، أو الغني بيعمل مشاكل، أو الفلوس مش كل حاجة. المعتقدات دي بتخليك تحس بالذنب وانت بتحاول تحوش، كأنك بتعمل حاجة غلط. والسبب الرابع معانا هو إن دماغك مبرمج للبقاء مش للثراء. دماغك اتطور عشان يحافظ عليك حي. في الماضي اللي كان بياخد الحاجة فورا هو اللي بيعيش، فالدماغ لسه بيقولك اصرف دلوقتي بكرة مش مضمون، وده بيخلي الادخار يحسسك انك بتعاند الطبيعة. السبب الخامس وهو ان اول 1000 دولار بيعتمدوا عليك انت بس. يعني في البداية مفيش فلوس بتشتغل معاك، كل جنيه بتوفره وكل دولار بتوفره هو مجهودك الشخصي انت بس. لكن بعد اول 1000 دولار الفايدة المركبة تبدأ تدخل اللعبة، الفلوس نفسها تبدأ تساعدك، وده اللي بيخلي اللي بعدهم اسهل نفسيا وعمليا. والسبب السادس ان مفيش احساس بالانجاز في البداية. واحد من اكبر الاسباب ان اول 1000 دولار صعبة هو ان الدماغ ما بياخدش مكافأة واضحة. لما تبدأ من صفر اي رقم بتحوشه بيحسسك انه قليل ومش مؤثر. يعني ايه 100 دولار؟ يعني ايه 200 دولار؟ ده لسه بعيد قوي ولسه الطريق طويل. دماغك بطبيعته محتاج يشوف نتيجة ملموسة عشان يتحمس، لكن في مرحلة الصفر مفيش لحظة انتصار، مفيش احساس انك وصلت لحاجة، وده بيخلي ناس كتير تستسلم بدري قبل ما توصل للنقطة اللي الادخار فيها يبدأ يدي احساس بالنجاح. والسبب السابع معانا هو ان المصاريف الثابتة بتاكل اي محاولة للادخار. في البداية اغلب دخلك رايح لحاجات اساسية زي الايجار، الاكل والمواصلات والفواتير او الديون، فاللي بيتبقى دايما قليل واحيانا شبه معدوم، وده بيخلي اول 1000 دولار يعتمدوا بالكامل على ضغط على اسلوب حياتك مش على نمو طبيعي في الفلوس. بعد ما يبقى عندك مبلغ اي زيادة او عائد ايفن حتى لو بسيط بيفرق نفسيا، لكن في الاول انت
انت حاسس انك بتشيل جبل لوحدك. والسبب الثامن هو عدم وجود الزخم ده حاجة مهمة جدا نفسيا، وهو لما تشوف حاجة بتتحرك حتى لو ببطء بتتحمس انك تكمل. لكن في اول مرحلة مفيش زخم، كل شهر بتبدأ تقريبا من نفس النقطة، مفيش دفعة جديدة لقدام، مفيش تسارع، مفيش احساس ان الامور بتمشي اسرع. وده عكس تماما اللي بيحصل بعد اول 1000 او 10,000 دولار. ساعتها كل شهر بيبقى أسهل من اللي قبله، والدماغ بيحب الإحساس ده جدا. والسبب التاسع وهو إن المقارنة بتقتل الحافز. وإنت لسه بتحاول تجمع أول 1000 دولار بتبص حواليك وتلاقي ناس بتسافر وناس بتشتري عربيات تغير موبايلاتها، فتحس إنك الوحيد اللي محروم، وتبدأ تقارن حياتك بحياة ناس غالبا أصلا مش مستقرة ماليا. المقارنة دي بتضغط على دماغك وتخليك تحس إن الادخار تضحية غبية، مع إن الحقيقة إنك بتبني أساس وهم بيصرفوا على الشكل بس. والسبب العاشر والأخير وهو إن دماغك مش شايفة الصورة الكبيرة. أكبر مشكلة في أول 1000 دولار إن دماغك مش قادرة تتخيل اللي بعدهم 10,000 50 ولا حرية مالية. كل ده مجرد أرقام بعيدة ومجردة، فالدماغ بيقولك ليه أتعب نفسي على حاجة مش شايفها. لكن أول ما توصل لأول رقم حقيقي الصورة تبدأ تبان وتوضح، والطريق يبقى مفهوم، والاستمرار يبقى أسهل بكتير. في النهاية لازم تفهم ان مشكلتك مع الفلوس عمرها ما كانت رقم على الشاشة ولا مرتب ولا حتى ظروف صعبة. المشكلة الحقيقية كانت دايما في البداية، اول خطوة واول محاولة، يعني اول 1000 دولار. المرحلة دي تحديدا هي اللي بتكسر اغلب الناس، مش لانهم فاشلين لكن لانهم ما كانوش فاهمين اللي بيحصل جوه دماغهم. كانوا فاكرين ان الاحساس بالتعب والحرمان معناه انهم ماشيين غلط، بينما الحقيقة ان الاحساس ده هو الدليل الوحيد انهم ماشيين صح. اول 1000 دولار مش مجرد مبلغ بتوفره، دي معركة نفسية كاملة، معركة ضد الرغبة في الصرف وضد الإحباط، ضد الإحساس إن المجهود أكبر من النتيجة. وكل يوم بتعدي فيه من غير ما تشوف تغيير كبير دماغك يحاول يقنعك إنك تضيع وقتك. لكن اللي محدش بيقوله إن المرحلة دي مؤقتة، وإن الألم اللي بتحسه دلوقتي هو تمن الدخول لمرحلة جديدة تماما من حياتك المالية. أول ما تكسر الحاجز ده كل حاجة بتتغير، نظرتك للفلوس بتختلف، قراراتك بتبقى اهدى، ردود افعالك بتبقى محسوبة، وتبدأ تحس انك ماسك زمام الامور مش العكس. وساعتها تكتشف ان الادخار عمره ما كان حرمان، وان الصرف العشوائي هو اللي كان سارق منك مستقبلك. تكتشف ان كل قرار صغير كنت فاكره مش فارق كان في الحقيقة طوبة في طريق طويل، يا اما طوبة تبني بيها يا اما طوبة تهد بيها اللي جاي. الناس اللي وصلت للمرحلة دي مش اذكى منك ولا ظروفهم احسن ولا حياتهم اسهل، الفرق الوحيد انهم كملوا شوية زيادة، استحملوا شوية اكتر، وما استسلموش في اول الطريق وقت ما النتائج لسه مش باينة. ولو لسه ما وصلتش لاول 1000 دولار خليك فاكر انك مش متأخر ومش فاشل، وان ده مش استثناء، انت بس في اصعب مرحلة، المرحلة اللي لو عدتها كل اللي بعدها هيبقى اهدى واسهل واوضح. ولو وصلت فعلا لاول 1000 دولار فدي مش النهاية، دي البداية الحقيقية، بداية انك تبني عادة وعقلية وطريق طويل بس اخيرا بقى ليه اتجاه. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل اعجاب وتشترك في القناة، لاننا هنا بنتكلم عن الفلوس بصدق ومن غير تنظير ومن غير اوهام. واكتب لي في الكومنتات هل وصلت الاول 1000 دولار ولا لسه، ولو وصلت خطتك الجاية ايه. خلينا نتكلم ونتعلم مع بعض ونمشي الطريق ده سوا خطوة بخطوة.